السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كتبان تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بلا هاد المقدمه الطويله العريضه، اليوم غادي نديروا وصفه ديال تساقط الشعر. طبعا حنا البنات كاملين في هذه الفتره كنتشكاو من كثره تساقط الشعر. شوفوا شحال طاح ليا ديال الشعر، وهذا راه غير شويه من بزاف. هذا البنات ما تقلقوا، ما تدهشوا، ما تقولوا هذه سحرات ليا، ما تقولوا هذه دارت ليا حتى شي حاجه. هذا اختي هو الموسم ديال تساقط الشعر. داكشي علاش اليوم انا جيت نحاربوا معاكم. غادي نديروا البنات اليوم الوصفه ديال السدر. هذا السدر هذا كيعالج التساقط، كيقوي الشعر وكيطول. ترطاب ما كنصحكمش لانه ما كيرطبش الشعر، ولكن عندي ليكم غادي نقول لكم علاش ما كيرطبش الشعر وشنو خصك ديريه باش ما يحرش لك شعرك في نفس الوقت. المهم غادي نحتاجوا اوراق السدر. هاد الوراق البنات انا شريتهم يا ربي، انا قطعتهم من واحد الشجره ديال السدر حدانا في الدوار، ويبستهم ونقتهم من الشوك وطحنتهم على يديا. ولكن لا بغيتوهم راه موجودين عند العطار، غير انا حبيت هادو لانهم كانوا باقيين طريين وخضرين وزوينين. وغادي نحتاجوا هنا عندي البصله حمراء، شوفوا قطعتها بقشورها بحال هكا ياك، وعندي البابونج، وعندي تومه حمراء. ما هي التومه بقشورها ولكن ماشي الحمراء، مي الا كانت عندكم الحمراء يفضل انكم ديروا التومه الحمراء. وعندي الحبه السوداء، ولكن راه كتقدروا تكتفيو غير بالبصله الحمراء وبالثومه بلا ما ديروا هذوك الاعشاب. انا هذوك غير بغيت نزيدهم حيت كانوا متوفرين عندي، وباقي عندي اعشاب اخرين ما بغيتش نخلط بزاف، ولكن زعما المكون الاساسي هو الثومه والبصله باش كنخلطوا به اوراق السدر. ناخذ كسرونه وغادي ندير فيها الماء وغندير فيها هذوك العشب ونخليهم يطبخوا 5 ديال الدقائق فقط، لا اقل ولا اكثر. كاينه طريقه واحده اخرى، تغليو الماء مزيان وديروا فيها هذوك العشب وتخليهم ليله كامله، وفي الصباح صفيو داك الماء وتقدروا تستعملوه. انا حيت كنت مزروبه وما دايراش بحسابي وداك الشيء فصافي طبختهم، من بعد طفيت عليهم وخليتهم يرتاحوا عاد نصفيهم. شوفوا معايا بهاد الصفايه باش داك الماء كيبقى غير الماء بوحدو، داك العشب ديال داك التخا ديال البابونج حتى هو ما يوسخش لينا. المهم صفيوه. علاش البنات في الاول قلت لكم اللي بغات ترطب شعرها بلا ما تحلم؟ لان السدر كينشف الشعر. اي اختي، لانه ما عنده حتى شي فوائد على الشعر ديالنا من لهنا، هو عنده فوائد على بصيله الشعر وفروه الراس. صافي هذيك هي المنطقه اللي كتستافد من اوراق السدر. ولكن اختي الا كانت شي وحده بحالي كتبغي تطلص شعرها كامل، غادي تحميه بحاله وحده انك ديري ليه شي نوع من الزيت، زيت مرطب. انا غادي نستعمل هنا زيت الزيتون. هذا الزيت البنات راه طبيعي ديال البلاد، مطحون عندنا داكشي طبيعي 100%، وما فيهش الملحه. ضروري لك ديروا الزيت ما ديروش فيه الملحه. واللي ما بغاتش دير الزيت في اوراق السدر تقدري تدهني شعرك قبل ما ديريه. انا غادي ندير شويه هنا بلاتي، غادي ندير هنا تقريبا واحد المعلقه بحال هكا. هانتوما البنات درت غير معلقه تقريبا، صافي بركه ما تكثروش بزاف. وتقدروا البنات ديروا اي زيت من غير زيت الزيتون، بحال زيت جوز الهند، زيت الافوكادو، زيت اللوز، زيت الارغان، زيت البابونج، يعني اي نوع زيت مرطب. وضروري البنات هذاك الماء خاصو يكون سخون، وراه تقدروا تخلطوا هاد اوراق السدر غير بالماء طايب بوحدو بلا هاد العشب بلا حتى شي حاجه. وبالنسبه للطريقه ديالو كيفاش غادي نخلطوه، ضروري هكا. الا ما كانش عندك بحال هاد الخلاط هذا تقدري ديريها في مولينكس. المهم ضروري تخلط بحال هكا باش كتطلق داك الرغوه ديالها. وضروري البنات تجيكم خفيفه، ما خاصهاش تكون ثقيله كيف ما شفتوها في الاول، ضروري تجيكم خفيفه، يكون القوام ديالها بحال هكا اولا خفيف كتر على هكا. صافي من بعد غادي ابليكي على شعري. شوفوا كيفاش هنا، شفتوا كيفاش خفيف بزاف. المهم انا حيت غير بوحديتي ما كاينش اللي يعاونني، غادي نفرق شعري غير بيدي وغادي نشقق به شعري. كيف ما قلت لكم البنات هو يفضل انكم ديروه غير فروه الراس، لان كيف ما قلت لكم هو عنده فوائد على فروه الراس وعلى بصيله الشعر. هاد البلايص هما اللي كيستافدوا من اوراق السدر، لانه كيطول كيقوي وكيمنع التساقط، يعني باش ترطب ما تيرطبش الشعر. انا حيت كنديرو ما تاثرش ليا على شعري، فعادي كنديرو في شعري كامل. بصح الا شعرك ضعيف
يفضل انك ديريه غير في المناطق اللي غتستافد منهم شعرك. من بعد غادي نخليه شعري ماكسيموم ساعه ديال المكانه وعاد نغسلو. هذه سرقتها من عند اختي زعما باش نديرها، لانه كيبغي السخونيه، خاصو شعرك من بعد تغطيه مزيان ويسخن. المهم اختي ما تقطعات، راسي واقيلا كبير، غادي نديباني غير بهاد الميكا وصافي. ها انا اختي من بعد ما دوشت غسلت شعري وحيدت عليا داك الروينه. البنات شوفوا، بالنسبه للبنات اللي اول مره غادي يديروا هذه الوصفه ضروري تسمعوا ليا. انا ديجا عارفاها، راه ماشي بسهوله باش كيتحيد هذوك العشوب ديال الاوراق الصدر، راه ما كيتحيدش بسهوله، راه كيبغي واحد الجهد وواحد الوقت وواحد الخاطر. عندكم الطريقه اللي تقدروا تستعملوها هو انكم طحنوه مزيان مزيان، ومني تغربلوه داكشي اللي تيبقى لكم في الغربال ولا الصفايه ما تعاودوش طحنوه، صافي غير حيدوه لوحوه وعاودوا طحنوا كميه واحده اخرى. نوريكم انا الغربال اللي غربلت فيه ومع ذلك تيبقى في الشعر. يعني شعري رانا غسلته على 2 ديال المرات، راني شبعته وما كنت كندير السطر وكنغسل شعري، المهم كتعذبي، ولكن درت الطريقه اللي قلت لكم ما غاديش تعذبوا فيها. وكما قلت لكم شوفوا تبارك الله والصلاه على النبي، ما شاء الله تذكروا الله يا بنات. شعري عادي، ما حرش ليا شعري، ما نشف ليا شعري، ما مصوباه، ما دايره ليه سيروم. حتى السيروم بغيت نديرو دابا ما لقيتوش، خليته في وزان في عين دراج. صافي هادشي اللي كاين. شوفوا تبارك الله اللمعان، شوفوا ما شاء الله اللهم بارك. قلت لكم البنات الوصفه هذه تقدروا ديروها 2 المرات حتى 3 المرات في السيمانه ما ياثرش. وبالنسبه للبنات اللي شعرهم ضعيف وخفيف ودغيا كيتاثر ما ديروش هنا، ما ديروش هنا، ديروه غير في لي غاسيل فقط في الجذور. اوكي. والاطراف تقدروا مثلا في الاطراف ديروا زيت مرطب، اولا ديروا شي ماسك، اولا ديروا اي حاجه عندكم كتستعملوها اللي كترطب لكم شعركم. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم هذا الفيديو بزاف، والا عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير مع سبسكرايب في القناه. خليتكم على خير والسلام عليكم، باي باي.